ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ تعالوا نتكلم في الفيديو ده عن 8 مسلسلات. اتقال ان 8 مسلسلات دول بنسبه كبيره هيكونوا معانا في رمضان الجاي 2024. هو اكيد طبعا هينزل اكتر من 8 مسلسلات، ولكن لحد الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي هم ال8 مسلسلات دول بس اللي اتعلن عنهم بشكل رسمي. نروح لاول مسلسل معانا، هو مسلسل كان المفروض ان هو ينزل السنه اللي فاتت، ولكن عشان المسلسل كان بيحتاج وقت كبير في التصوير والتحضير، وان هو كمان بيتصور في اكتر من دوله، ده غير ان في نفس الوقت برده كانوا ابطال المسلسل مشغولين بتصوير اعمال تانية، فالمسلسل اتاجل لرمضان 2024. وهو مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز، ويعتبر ده اكتر مسلسل الناس مستنياه، خصوصا بعد ما نزل البرومو بتاعه من كام شهر. ولو اتكلمنا عن معنى كلمه الحشاشين في اللغات الاوروبيه، يعني الجماعه اللي بتقتل الناس غدر. المسلسل بيتكلم عن طائفه الحشاشين اللي بيرقصها حسن الصباح، واتشهرت الجماعه دي بقى بان هم كانوا بيقوموا باغتيالات دمويه لشخصيات مهمه، وكان زمان اسمهم لوحده بس كان بيرعب المسلمين والمسيحيين. المسلسل هيبقى من بطوله كريم عبد العزيز واحمد عيد وشريف سلامه وفتحي عبد الوهاب، وهيبقى من اخراج بيتر ميمي. المسلسل رقم 2 وهو مسلسل نعمه الافوكاتو لمي عمر، وهو مسلسل اجتماعي بيتكلم عن شخصيه نعمه اللي هتقوم بدورها مي عمر، بتشتغل محاميه وبتمر بكتير من المشاكل والازمات اللي احنا طبعا هنشوفها في احداث المسلسل، وبتكون متجوزه من احمد زاهر. مسلسل نعمه الافوكاتو هيكون من اخراج محمد سامي، وهيكون مكون من 15 حلقه. نيجي للمسلسل الثالث وهو مسلسل الف ليله وليله، واللي من اسمه كده طبعا هتعرف ان هو بيحكي عن قصه شهرزاد وشهريار، ولكن على حسب ما اتقال ان المسلسل ده هيتقدم بشكل مختلف عن الشكل اللي احنا عارفينه عن مسلسلات الف ليله وليله، وهيركز اكتر على فكره البطل الشعبي، وفكره طبعا ان هو يتقدم بشكل مختلف عن الحكايات اللي احنا كنا بنشوفها زمان. دي حاجه صح جدا طبعا، لان الجيل الجديد دلوقتي اكيد مش كله شاف مسلسلات الف ليله وليله القديمه يعني. والمسلسل هيكون من بطوله ياسر جلال وياسمين رئيس. المسلسل الرابع وهو مسلسل فراوله لنيللي كريم، وهو مسلسل كوميدي من 15 حلقه، وهيبتدي تصويره في شهر اكتوبر اللي احنا فيه دلوقتي، ولسه مفيش اخبار عن مين ابطال العمل اللي هيشاركوا مع نيللي كريم. نروح بقى للمسلسل الخامس وهو مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن. طبعا من كام يوم كده احنا شفنا على السوشيال ميديا ان المخرج احمد الجندي بيبتدي تحضيرات الجزء الثامن من الكبير، واتقال ان الجزء ده هيتضاف فيه شخصيات جديده، ده طبعا غير الشخصيات القديمه اللي معانا من الاول. واتمنى بصراحه ان الجزء الثامن يكون مختلف واحسن من الجزء السابع اللي حصلت عليه انتقادات كتيره. المسلسل السادس معانا هو مسلسل راكون ليوسف الشريف، اللي فيه ناس كتيره جدا مستنيه عوده يوسف الشريف من بعد مسلسل كوفيد 25. الراكون هيكون مسلسل اجتماعي، لسه طبعا لحد دلوقتي مفيش اي تفاصيل خالص عن قصه المسلسل ده، لان صناع المسلسل ما طلعوش باي تصريح خالص بخصوص قصه المسلسل. وفي ناس كتيره جدا طبعا بتحاول تتوقع قصه المسلسل من خلال البوستر اللي نزل او من خلال اسم المسلسل، ولكن زي ما قلت لكم برده ان مفيش اي تفاصيل خالص عن القصه ولا احداث المسلسل هتبقى عامله ازاي. المسلسل هيكون من تاليف انجي علاء ومن اخراج مامتو العدل. نيجي للمسلسل السابع وهو مسلسل امبراطوريه ميم لخالد النبوي، والمسلسل هيكون مستوحى من روايه امبراطوريه ميم للكاتب احسان عبد القدوس، وهيشارك مع خالد النبوي في المسلسل ابنه نور النبوي. والمسلسل هيبتدي تصويره في نهايه شهر 11 اللي جاي، وشايف كده ان هو بنسبه كبيره هيكون شبه مسلسل راجعين يا هوا اللي نزل سنه 2022. المسلسل رقم 8 معانا هو مسلسل شغل فنادق لعمرو يوسف وروبي. اتقال ان المسلسل ده احداثه هتكون مشابهه شويه لمسلسل ب100 وش، ولكن لحد دلوقتي طبعا ما نعرفش ان الكلام ده اكيد ولا لا. وهيشارك في المسلسل مع عمرو يوسف وروبي احمد مالك وشيماء سيف والممثل احمد فهيم، وهيكون طبعا من اخراج محمد سامي. بس كده هم دول ال8 مسلسلات اللي اتقال بشكل رسمي ان هم هيكونوا موجودين معانا في رمضان الجاي. فقول لي بقى ايه اكتر مسلسل من ال8 انت منتظره وعايز تتفرج عليه في رمضان الجاي. وبس كده الفيديو يكون خلص. ما تنساش طبعا ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.